السلام عليكم ورحمة الله. في بلدنا وسط التحديات والصعوبات دائما بتكون في قصص زي النجم في السماء، وقصة الفيديو دي حاجة جميلة جدا. ناس الشهادة السودانية في طالب هنا من مدينة المتمة جايب 94.9، فرقم ما شاء الله رقم ممتاز جدا. في الفيديو ده حنعرفه كيف جاب 94، وحنعرف كمية من الأشياء، حنسأل أسرته كمية من الأسئلة. وانا الليله جيتم في بيتهم، جيتم من قريه السيال الصغير، جيتم هنا في بيتهم في مدينه المتمه، وحنشوف اسئله سمحه شديد. تابعوا الفيديو للنهايه، واهم حاجه تعملوا اشتراك في قناتي في يوتيوب، قناه المصور السوداني، عشان تشوفوا الجديد وتشوفوا باقي المقاطع الجميله. تابعوا الفيديو للنهايه واعملوا اشتراك. يلا نشوف الفيديو. اسمك منو يا اخوي انت؟ محمد. محمد؟ يا والله يا اخي ما قصرت يا محمد يا اخي. الله يكرمك يا اخوي يا اخي. محمد خالاتي برضه. ولد خالتك انت؟ ايوه ما شاء الله والله. محمد طبعا لقيته من المتابعين الصفحه يا شباب، ما قصر معانا نهائيا، وانا نزلت المتمه كده طوالي لاقاني. ما بعيد من هنا صح؟ لا ما بعيد، البيت بعيد. كويس تمام. وصلنا يا جماعة. انزل معانا، انزل. ماشيين خاشين ليه جوا في البيت. يلا استمتعوا معانا. السلام عليكم. كيف الاخبار؟ تمام الحمد لله والله. الاخبار شنو؟ تمام. السلام عليكم. كيف الاخبار؟ تمام ابو بكر؟ تمام الحمد لله. السلام عليكم. كيف اخبارك؟ تمام الحمد لله والله. الاخبار شنو؟ تمام والله. السلام عليكم. كيف الاخبار؟ ان شاء الله تمام الحمد لله والله. السلام عليكم. كيف الاخبار؟ تمام. الامور شنو؟ الحمد لله. السلام عليكم. كيف الاخبار؟ تمام. السلام عليكم. كيف الاخبار؟ تمام الحمد لله ما شاء الله. كيف اخباركم؟ الحمد لله والله. الله يكرمك ابو بكر. الف مبروك النجاح يا اخي. ابو بكر الف مبروك يا اخي. الله يبارك فيك ان شاء الله. اول حاجه معاك باشمهندس مسلم حسن، وانا صانع محتوى برضه في نفس الوقت. عندي قناتي في يوتيوب وفي فيسبوك اسمها المصور السوداني، فيها اكثر على 100,000 متابع. والليله والله حقيقه انا جيت من هناك، جيت من السيال الصغير، جيتك لحد بيتك. ده تقدير على الانجاز اللي انت عملته ده والله. فاول حاجه بدايه الفيديو تعرف عليكم اول حاجه كلكم كده. منو انت؟ بشير الامين بشير، والد الطالب ابو بكر. ما شاء الله تبارك الله. ابو بكر بشير الامين بشير. ما شاء الله ابو بكر. نجوى الامين الخضر. نجوى والدة الطالب. ما شاء الله يا اخي. الشباب طبعا. محجوب بشير الامين اخو ابو بكر. اخو ابو بكر ما شاء الله. محجوب صح؟ ايوه ما شاء الله. الشباب ديل؟ انا متابع ابو بكر مرة. انا خالتي. ولد خالته وولد خالة ابو بكر. ايوه ما شاء الله تبارك الله. عثمان حاجب عثمان خالد ابو بكر. ما شاء الله. عثمان. عثمان خالد. ما شاء الله تبارك الله. منورين يا شباب يا اخي. يلا يا ابو بكر، اول حاجه عرفنا عن نفسك وخلي المتابعين يعرفوا انت منو كده. انا اسمي ابو بكر بشير الامين بشير. ابو بكر، درست وين يا ابو بكر انت؟ درست الاموي النموذجيه. مدرسة الأموي النموذجية في ولاية نهر النيل محلية المتمة. نتيجتك كانت كم ونسبتك كانت كم يا أبو بكر؟ 94.9. ما شاء الله تبارك الله يا أخي. طيب برضو عندي سؤال ثاني يا أبو بكر بدي أسألك له. أول ما عرفت النتيجة شعورك كان كيف؟ أحكي لي شعورك بالتفصيل كده. إحساس كان سمع شديد والله، مبسوط شديد كنت. مبسوط شديد؟ متأكد؟ أيوه. طيب تاني برضو عندي لك سؤال جميل جدا. كنت متوقع النسبة دي يا أبو بكر؟ كنت متوقع أعلى من كده والله. أعلى من كده؟ أيوة. متوقع كم يعني كان؟ 97. 97. لا ما شاء الله تبارك الله. بالنسبة للنتيجة دي، لما جاتك 94 فاجأتك النتيجة دي ولا ما فاجأتك؟ فاجأته والله. ما شاء الله. وأول من عرفت النتيجة دي من أول زول بلغته؟ كنا بنحضر في المؤتمر زمان. المؤتمر كان معي أسرتي. كان معك أسرتك قاعدين في المؤتمر. في المؤتمر؟ أيوه. أيوه ما شاء الله تبارك الله. وتاني بالنسبة للدراسة يا أبو بكر، الدراسة دي كانت كيف خلال السنة؟ صعبة سهلة كانت كيف؟ والله صعبة شوية كانت. كانت صعبة؟ السنة كانت طويلة شوية، عشان كده كان فيها شوية صعوبة.
ايوه واجهتك صعوبات يعني. أيوة. وتجاوزتها. ايوه الحمد لله. الحمد لله، ده انجاز عظيم جدا والله. شنو تاني يا ابو بكر، شنو اكتر حاجه كانت بتخوفك في الامتحانات؟ كنت بتخاف من شنو؟ كنت أيوة. بتخاف من حاجه؟ التوتر ده بتاع الامتحان ويجيب لك الورقه وحاجه، توتر شديد كان. كنت بتتوتر، لكن انت كنت بتتجاوز الحاجه دي صح؟ ايوه. جينا برضو لوالد ابو بكر. والله والد ابو بكر ده انجاز عظيم جدا والله، حققه ولدك، والمصور السوداني متكيف منه شديد وربنا يوفقه ان شاء الله. عندي اسئله بسيطه برضو داير اقول لك. كيف كانت رحلتكم مع ولدكم في سنه الشهاده السودانيه؟ رحلتكم كانت كيف والله مع؟ نحمد ربنا على هذه النعمة التي أنعم لنا بها عليها، أنعمنا عليها بها كويس. بجد يعني بكري ده أنا ما كنت بتدخل في مذاكرته يعني، نهائي. حتى مر أحيانا بجي أقول له أمشي ارتاح وقف الدراسة، يعني ما كنت مشغول بمذاكرته نهائي، يعني كان معتمد على نفسه 100%. ما قاعد تضغطوا نهائيا؟ لا 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 نهائي. لا لا والله يذكر مضغوط. كان بيضغطك يا ابو بكر؟ لا لا نهائيا. نهائيا. كنت يعني بتخلوا براوي يدرسوا كده؟ واحيانا بيجي يقول لي لا وقف القرايه امشي ارتاح يعني. ارتاح شويه. يرتاح. لا لا ما شاء الله، والله كان مجتهد شديد شكله كان. يعني نكمل سؤالي. يعني أيوة. بكري ده الحمد لله هو نابغه، يعني نعمه ربنا اداها له ما شاء الله تبارك كويس. الله. لكن اقول لك 80% من المقرر هو قراها براو. ما شاء الله تبارك الله. 80% والله من قاريها براو. ما شاء الله. لا ده انجاز عظيم جدا والله. وشعورك كيف يا والد ابو بكر بعد النتيجه، بعد ال 94 دي اتجاه يعني أبوك؟ يعني نترك عن حاضري كان شعوري كيف؟ يعني انا كنت بطيت احتاج اكون قربت للذكري ده. يا سلام. والله يا ولدي والله من الفرح. والله انا ابو بكر ده حقيقه انا ما كنت بعرفه، لكن انا من شفته انه جاب النسبه دي انا برايت كيفته والله، فما شعور الوالد بيكون اجمل على كده بكثير. يعني شفت انا طيت بدون ما احس شفت ابو بكر ده في صفحتي. يا سلام يا اخي والله دي يعني كانت شغلنا مشرف الحمد لله، ودي نعمه كبيره. حاجه جميله جدا والله، انجاز عظيم جدا والله. الحمد لله. تاني يا والد ابو بكر برضو عندي سؤال تاني. قلت لي الناس اتكيفت شديد لما شافت ال 94 دي صح؟ يعني ايوه اي بيت كان حاضر المؤتمر وسمع ابو بكر اي بيت زغرت. يا سلام. ايوه وناس المؤتمر والله الحمد لله والله كملوا لنا الفرحه وزادوا عليه. والله ناس ولاية نهر النيل كلهم زغرتوا، ما المتم بس. والله فربنا يوفقه ان شاء الله يا اخي. ان شاء الله ان شاء الله. تاني برضه نجي للوالده. والله يا الوالده ده انجاز عظيم جدا بالنسبه لابو بكر، فانا بهنيه على الانجاز العظيم ده. شعورك كيف لما النتيجه دي جات 94؟ والله فرحت شديد. وبالنسبه تاني لابو بكر ده، هل كنت بتضغطيه بالنسبه للدراسه امشي اقرا وكده؟ لا بالعكس والله، بكري كنا بنقول له ارتاح لانه هو طوالب بيحب يقرا. بحب يقرا؟ احنا بنقول له ارتاح شويه. ما كنت بتضغط عليه نهائيا؟ لا. تاني برضو عندي لك سؤال يا والدة أبو بكر. أنتوا من زمان كنتوا قاعدين هنا في مدينة المتمة؟ ابدا والله، يعني احنا طبعا المتمه دي بلدنا وبلد امه وبلد ابوه. أيوة. لكن احنا اساسا قاعدين في الخرطوم. كنتوا قاعدين في الخرطوم؟ وين في الخرطوم كنتوا؟ يعني احنا في اركبيل. أيوة. ايوه ابو بكر درس في مدارس المنار. درجه اولى وثانيه. في مدارس المنار. وكان بدينا على منحه مجاني. أيوة ما شاء الله تبارك الله. في الشهاده. عشان متفوق بيدين المنحة مجان. جينا هنا يا هو نزل هنا من الناس الاموي. مدرسة الأموي. ما شاء الله. حتى في أولى وثانية كان برضو بيجي مستوياته كويسة. أول. ما شاء الله تبارك الله. المنار ذاته. ما شاء الله والله. التحية لمدارس المنار برضو من المصور السوداني. جيتوا هنا يعني فترة الحرب دي استغريتوا في المتمة؟ من المتمة دي اصلا بتعرفوها هنا وكده؟ اهلنا كلهم هنا هم وبن المتمة. ما شاء الله من المتمة يعني. ما شاء الله تبارك الله. يا ابو بكر تاني برضو عندي لك سؤال جميل جدا. تاني بالنسبة يا ابو بكر لحلمك، حلمك كان شنو؟ انك تدخل ياتو مجال في الجامعة. مجال الطب. مجال الطب؟ ايوه. ياتو جامعة، كان عندك جامعة معينة في راسك داير تدخلها؟ لا ما عندي جامعة محددة. ايوه ما عندك جامعة محددة. لا. تمام كلام جميل جدا. طيب تاني يا ابو بكر بعد 5 سنة بتشوف نفسك وين؟ داير اكون زول ناجح في مجال الطب ده وابقى دكتور وحقق الموضوع. يا سلام يا اخي، ده والله انجاز عظيم جدا والله.
اهم شيء المعلمين درسوا هنا في المتمة. ما نسبته دي ال 94؟ والله ما نسبته. ايوه كان متوقع 97. والله متوقعين هذا اول انت المعلمين درسوا في المتمة لحد امس اخر معلمه جات هنا قال بكري ده نابغه وكان المفروض ينزعل الاول. لكن ايه رايك؟ بس انا ما داير اتكلم، انت لعلك فاتح الكاميرا. فاتح الكاميرا. لا والله سبحان الله، والله ده انجاز عظيم جدا. يعني الدرجه جابها في الفيزياء والانجليزي ما يها، لكن ايه رايك؟ الكيمياء 98 ما شاء الله 98 ما شاء الله، القرآن 98 تبارك الله، العربي 96 الاحياء 96 بس ينظلم في الفيزياء والانجليزي. في الفيزياء والانجليزي ايوه الكيمياء تقطع من الفيزياء 98. والله ما شاء الله، حتى الوالد عارف الدرجات كويس يا ابو بكر. الاستاذه امل ذات الكيمياء درسته. ايوه قالت انا بكره راجعت مع الامتحان كل الكيمياء مقفلها. قالت راجعت بعد ما طلعنا الامتحان راجعت مع الامتحان كله الكيمياء مقفلها. يا سلام يا اخي، والله ده انجاز عظيم جدا. تاني قلت لي ده تسلم علي ده منو؟ نزار بشير اللمين. نزار، كيف يا نزار؟ الاخبار شنو؟ خير تمام والله. عرفنا عن نفسك يا نزار. انا نزار بشير وابو بكر اللي اكبر منه طوالي. ما شاء الله اكبر منه طوالي. ايوه. بتدرس شنو يا نزار انت؟ شاطبيه. ما شاء الله شاطبيه، وياته جامعه. كلية النهضة. كلية النهضة ما شاء الله تبارك الله. وهسه فياته مستوى؟ في السنة الثانية. ما شاء الله. تعرف التوفيق يا اخي. والف مبروك كمان لابو بكر، والله ابو بكر رفع راسنا ورفع راس السودانيين كلهم والله. التحية له كمان يا اخي. يا محجوب، تاني برضو عندي سؤال ظريف كده. قلت لك ابو بكر ده اللي جايب 94 ده الوحيد العابر في العائله، بيجيب نسب عاليه ده هو؟ لا كلنا عابرين، لكن برضه ايوه يعني اخونا الكبير الدكتور اللمين ما حاضر القعده دي معانا. وين هسه اللمين ده؟ ما لاقيناه. الدكتور في السعوديه. ايوه يا سلام في يا السعوديه، يعني الفرحه كانت ناقصاه، يعني هو جزء اساسي من الفرحه دي. يا سلام. كان ابونا الثاني اخونا الكبير يعني. اخوكم اخو ابو بكر برضه صح؟ ابو بكر اخونا الكبير. يا سلام. يا رسالتك له شنو من منصه المصور السوداني؟ والله يا اخي داير اقول له يا اخي الف مبروك يا اخي، نجاحك اول حتى ثاني نجاح بكري وفرحتنا نحن. يا سلام يا اخي، يا سلام يا اخي، والله الف مبروك كمان اخو ابو بكر، وبنرسل لك تحايا من ولايه نهر النيل محليه المتمه. التحايا دي توصلك لحد السعوديه هناك، ويا ريتك انت لو كنت قاعد معانا هنا في البيت هنا كنا وثقناك ووديناك راحتك انك تتكلم. فبرضه وصلنا عليك الرساله من خلال قناه المصور السوداني مسلم حسن. تاني يا والدة أبو بكر، تاني عندك رسالة أخيرة توجهها للمتابعين في قناة المصور السوداني ولا حاجة؟ والله نشكر ناس المصور السوداني على هذه الزيارة وشرفونا. تسلم كثير يا أخي. وربنا يوفقهم. اللهم آمين. من التقدم. الله يكرمك يا أخي. المشاركين في الصفحة هذول يعني نتمنى لكم التوفيق والنجاح بإذن الله. اللهم آمين يا أخي. بارك الله فيك يا أبو بكر. الله يسلمك. يلا يا ابو بكر، نتلاقى ان شاء الله في الجامعه المره الجايه ان شاء الله باذن الله. يلا يا شباب، ندخل لكم الشباب ديل في الفيديو. يلا يا دكتور. يلا يا شباب اكتبوا. الله يكرمكم يا اخي، والله اننا ما قصرتوا معانا نهائيا والله العظيم، حتى اكرمتونا ما قصرتوا معانا والله. الله يكرمكم. الناس اللي استمتعت معانا بالفيديو ده ان شاء الله تكون الفيديو عجبكم، واهم حاجه اعملوا اشتراك في قناتي في يوتيوب عشان المره الجايه نكون في مكان تاني ومكان احلى باذن الله.